بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم لقائه. أرجو من المسلمين أجمعين ألا تربوا أبناءنا على هذا الهزء واللعب والشهوة والمجون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجب أن نربي أبناءنا على الخير وعلى الأخلاق وعلى العلم وعلى تعلم القرآن والهدى والنور، ليكون فيهم نفع للأمة ولا يكون فيهم خوار، وعكس ما فيه المصلحة والخير للأمة. شاهدوا الفيديو ثم نعود للتعليق إن شاء الله. شاهدتم هذه الأحوال، وهذه غفلة من المسلمين ولا ينتبهون. هؤلاء الأبناء كيف يصعدون وكيف يكبرون وكيف يكون حالهم في مستقبلهم؟ يضيع العمر في اللعب والهراء، فإذا ما وصلوا إلى ما ينفع به الأمة كانوا شبه مشلولين. وأنتم ترون أيها الأفاضل ما هو حال الفنانين والمغنيين، نسأل الله العافية. في الغالب لا دين ولا دنيا، ما خدموا بلادا ولا عبادا ولا دين ولا دنيا، نسأل الله العافية. وأنتم تعلمون ما الذي أسقط الأندلس؟ أعظم إمبراطورية دينية إسلامية إيمانية قرآنية ثقافية كانت في الدنيا، الأندلس. وما أدرك ما الأندلس؟ كان علماء كبار يخرجون من هناك فيجوبون الدنيا بالعلم والزهد والخير والصلاح، رجال كالجبال في العلم وفي الشهامة والرجولة والخير والنفع من الأندلس. وما الإمام بن حزم والقرطبي وابن مالك، القرطبيون كثور الشاطبيون، إلى علماء كبار خلد الله اسمهم وعلمهم في الدنيا. بماذا؟ بأنهم كانوا على القرآن وتعلم الخير والعلم. لكن لما انسلخوا من هذا الخير وعادوا إلى الفسوق والغناء والمجون، أذلهم الله تبارك وتعالى وسلط عليهم الأعداء فساموهم سوء العذاب، وخرجوا من هناك مذلولين مدحورين. وانظروا الآن الأندلس وماذا أصابها بهذا السبب، أي الميول إلى المجون والفسوق واللهو والرقص والغناء وما يتعلق بالمزامير والموسيقى والغناء وغير ذلك، نسأل الله العافية. وكذلك الآن فلسطين ماذا تعاني؟ من أجل ماذا؟ لماذا نقول بأن الأمة ضعيفة والأمة؟ لأن الأمة أخذت اتجاه هذا اللهو والشهوات والدنيا، ما أخذت اتجاهها نحو الدين ونحو الإيمان ونحو القرآن ونحو السنة، أخذت اتجاه حزب الهوى والضلال، فكانوا هكذا. وسيدنا النبي قال هذا، قال صلى الله عليكم ذلا بهذا الفسق والفجور والمخالفات والمعاصي والآثام والغنى والرقص والخمر إلى غير ذلك، لما يتعاملون بهذا الربا وهذه المعاصي وهذه المخالفات، الله تبارك وتعالى يسلط عليهم ذلا. قال صلى الله عليه وسلم لا ينزعوه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن أيها الأفاضل اتقوا الله في أبنائنا وربوهم على الفضيلة والخير. أما التربية على الرقص والغناء، فالرقص والعياذ بالله للرجال، خاصة إذا اجتمع مع الطبل والزمر والموسيقى وفيه تكسر النساء وتشبه النساء، هذا حرام. وإذا خلي من هذا المزامر والطبل والتكسر مثل النساء يبقى مكروه. إذن في كلتا الحالتين الرقص بالنسبة للرجال خطر، إما حرام وإما خارم للمروءة والرجولة، ولا تقبل شهادة صاحبه. قال أبو الفرج رحمه الله قال القفل من أصحابنا لا تقبل شهادة المغني ولا الرقاص، لا تقبل شهادة المغني والرقاص. وهذا فعل شنيع بشع
ما يليق بالعاقل وبالمسلم وبالذي يريد الله ورسوله والدار الآخرة، وإنما يفعله المخنثون من الرجال والذين لهم ضعف في العقل وفي الرجولة ويميلون إلى هذا الهوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى قال ابن حجر رحمه الله: ومن قاس رقص أو لعب الحبشة والنبي ينظر إليهم على رقص اللهو واللعب فهو قياس فاسد، لأن أولئك كانوا يتدربون ويلعبون من أجل الحرب، وهؤلاء يلعبون ويهزؤون ويرقصون من أجل الغناء واللهو واللعب. فرق لا يقاس هذا على ذاك. ولهذا أيها الأفاضل، العلماء ولله الحمد حذروا من هذا وحرموه وكرهوه وما يليق بالأمة. واسمعوا هذه الفتوى إن شاء الله للشيخ مصطفى العدوي، ثم نختم بها بإذن الله تبارك وتعالى. رقص الرجال هذا من خوارم المروءة، أما إذا كان رقصا كرقص النسوة المعهود في هذا فهو حرام والله أعلم. وقد لعن النبي المتشبهين من الرجال بالنساء. أما التراقص والتمايل فقط ليس كرقص النساء فمكروه وليس من المروءات، بل فاعله مخروم المروءة والله أعلم. السلام عليكم. هذه هي الفتوى، اسمعوها إن شاء الله، نعيد قليلا منها. ما حكم رقص الرجال؟ هذا من خوارم المروءة، أما إذا كان رقصا كرقص النسوة المعهود في هذا فهو حرام والله أعلم. وقد لعن النبي المتشبهين من الرجال بالنساء. أما التراقص والتمايل فقط ليس كرقص النساء فمكروه وليس من المروءات، بل فاعله مخروم المروءة والله أعلم. إذا سمعتم الفتوى في هذا، وهي القضية تتعلق بأن الرقص الآن نادر إن لم أقل معدوم أنه يوجد بدون موسيقى وبدون طرب وبدون تمايل مثل تمايل النساء. إذن يبقى هذا الرقص والعياذ بالله حرام ولا يجوز. ولا يجوز أن نربي أبناءنا، لأن الأبناء هم عصب الأمة وهم رجال الأمة في غدها ومستقبلها، وعليها تبنى مصالح الدين والعباد والبلاد. إذن الشباب أمرهم عظيم. قال الله تبارك وتعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: نصروني الشباب هم الذين التفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا إبراهيم قال الله تبارك وتعالى عنه: قالوا سمعنا فتى يذكرهم، الفتى وأهل الكهف قال الله فيهم إنهم فتية آمنوا بربهم إلى آخره. فالفتوة والشباب وهذا السن ينبغي أن يملأ بالخير، لأن الشباب والأطفال في الصغار حيثما علمتهم كالنقش على الحجر كما يقال، فهم صفحة بيضاء اكتب عليها ما تريد. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم المشهور: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يمسلمانه، لأنه يولد ولله الحمد على فطرة الإسلام. إذن فلنتقي الله في أبنائنا ونبين لإخواننا ونحن نحبهم أن يكونوا على الجادة حتى نسلم إن شاء الله. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم أصلحنا واصلح بنا، اللهم فهمنا وفهم بنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا